يا شيخ انت حاشر مناخيرك في كل حاجة، وبتقعد تتكلم عن كل حاجة، وكل ما تشوف حاجة غلط تقعد تتكلم عنها وما بتسكتش. أولا المهم التوضيح وعدم التجريح، عدم ذكر أشخاص بعينهم. ثانيا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. اسمع يا من تعبد الواحد الديان إلى ما يقوله النبي العدنان في حديث آخر، قال: ما من رجل يكون في قوم يعمل فيهم بالمعاصي يستطيع أن يغيروا عليه فلم يغيروا إلا أصابهم الله بعذاب من قبل أن يموتوا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الأمر خطير وليس بالسهل، فإذا سكتنا فلن يتغير حالنا، وإذا نزل العقاب أخذ الكل وليس البعض.